السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بقناتي على يوتيوب. كيفكن؟ شو اخباركن؟ بفيديو اليوم بدي اعمل ورق العريش اللي هو اليبرق، طريقة الحفظ والتخزين، طريقة ناجحة ومضمونة ان شاء الله. عندي هون كيلو من ورق العريش، جيبته من السوق، هو 2 كيلو، بس انا هلأ عم بعمل بس كيلو قدامكم. الورق ما شاء الله كتير ظريف وطري، وهلا هون عم صفيتهم هيك فوق بعضهم، وبدي املن هدول العروق بواسطة سكين او مقص. راح املن العروق وحطهم بجات. هلا يفضل انه تستعملوا مقص، انا جربت سكين ولقيت انه المقص اسهل. فهلا هاي الكمية كلها اللي عندي بدي اعملن بذات الطريقة. بياخد شوية وقت. هون كمان جربت اعمل هيك على المجلة بهاي الطريقة، وبعدين بقصن بالمقص. هلا هون هيك خلصت تقريبا، وهلا بدي اضغطهم بالمرطبانات. هون عندي 4 مرطبانات من هذا الحجم. راح جمع هيك كل كم ورقة، 7 8 ورقات، واطويهم بهاي الطريقة. بعدين بحطهم بالمطربان، بضغطوا قد ما فيني، لازم انه تضغطوه كتير منيح. وفي كمان طريقة أنانة المي، كمان الطريقة ناجحة ومضمونة 100%، بس إنه بياخدوا كمان وقت. هيك إنه بالمطربنات أسهل، القنينة تم صغير فإنه بتاخد وقت. هاي الطريقة أنا بعتمدها من 3 سنين وكتير ناجحة ما شاء الله. الورق بس تطالعوه بيطلع طري وكتير يعني لونه حلو، وأنا بهاي الطريقة أبدا ما بغيرها. هلا هون تقريبا رح خلص يعني. هيك بيطلع بالمطربان. هلا هون خلصت، ضغطن الكيلو ورق العريش، طلع معي 4 مطربنات من هذا الحجم. وهلا بكسر ولا بدي احط لتر من المي، 4 كاسات مي. رح احط عليهن 4 معالق من الملح الصخر الخشن. المعلقة مو كتير معباي، يعني مال جبال، انه حاولت تكون ممسوحة مشان ما يطلعوا مالحين. ورح احط كمان ربع معلقة من ملح الليمون، بيعطي حموضة وكمان بفتح لون الورق. هلا بحركهم، بحطهم على الغاز لحتى يغلوا، وبعدين بدي اضيفهم فوق المطربنات. هيك بركب صغيرة رح بلش اضيف المي شوي شوي. ما في داعي تكتروا كتير مي، لانه هن بعدين بده يتقلص حجمهم. يعني المطربنات هدول ال4 مطربنات اخذوا معي لتر مي. وهلأ بسكرهم كتير منيح. بعدين بقلبهم هيك بالعكس، بتركهم لتاني نهار. بهاي الطريقة بينضغطوا منيح. هلأ هون تاني نهار، عم صور لكم شلون طلعوا. حطهم تحت المجلة وخلص. ان شاء الله وقت ما اطبخ منهم بفرجيكم انه بصور لكم فيديو بفرجيكم كيف طلعوا. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعموني بلايك واشتراك بالقناة فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.